ناس ممنوعة تاخد الدعم على رغيف العيش. يعني الناس اللي انا هقولك عليهم دول مش هياخدوا رغيف العيش اللي هو ب20 قرش. طب مين الناس دول؟ تعال اقولك ايه اللي حصل. بص بقى معايا، الناس دي اللي مش هياخدوا رغيف العيش المدعم اللي هو ب20 قرش، اللي مرتبه هيعدي 9600 جنيه في الشهر، رجال الأعمال اللي فاتحين شركات بأكتر من 10 مليون جنيه، اللي معاه عربية موديل 2018 فيما فوق، اللي فاتورة الكهرباء بتاعته بتعدي 800 جنيه في الشهر، اللي عنده 10 فدان أرض زراعية، اللي مدخل ولاده مدارس في السنة ب20 ألف جنيه، اللي بيدفع ضرايب 100 ألف جنيه فيما فوق، واللي شغال في منصب كبير في البلد، واللي بياخد مرتب من التأمينات والمعاشات. الناس دي مش هتاخد الرغيف المدعم اللي هو ب20 قرش. انتوا بقى قولولي في كومنتات، من الناس اللي انا قلتها ديت ولا هتاخدوا الرغيف المدعم ابو 20 قرش؟